شباب، نستمع إلى كلمة للمتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام الأستاذ حسام أبو البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قاعدة عسكرية تقول إنه الهزيمة لا تنعقد بإقرار المنتصر أنه انتصر، ولكن الهزيمة تنعقد بإقرار المنهزم أنه انهزم. وبالتالي إذا لم يعترف المنهزم أنه انهزم فلا نصر للمنتصر. وهذه قاعدة عسكرية راسخة تماما. أولا، أولى درجات النصر هو عدم الاعتراف تماما بالواقع، وعدم الاعتراف تماما بشرعية هذا الواقع الذي نحياه الآن. وأولى دركات الهزيمة هي الاعتراف الذاتي بأن ما حدث هو الواقع، وأن هذا الواقع له شرعية. وبالتالي نحن في واقع قبل 30 يونيو أن هناك رئيس مدني منتخب، وأن كل ما حدث بعد ذلك لا واقع له ولا شرعية له. دي أول نقطة يجب أن تترسخ فينا. الآن هم يحاولون إدخالنا في واقع هم أنشأوه، وبالتالي أولى الدرجات للنصر هو عدم الاعتراف بهذا الواقع تماما. 2، ما حدث في 30 يونيو، وهذا يجب أن يكون في المخيلة لنا جميعا، أن هذا انقلاب من دولة مبارك المخابراتية اعتمد فيها على بعض الأخطاء، واعتمد فيها على ثورية الثوار وعلى أوجاع البسطاء، ليس لإجراء انتخابات رئاسية فقط. ده الهدف التكتيكي، أما الهدف الاستراتيجي هو الانقلاب على ثورة يناير. ده الهدف، ليس الهدف هو إقالة مرسي فقط، وإنما هو الانقلاب تماما على ثورة يناير. أي انقلاب وأي ثورة، تلك التي يرعاها توفيق عكاشة ولميس الحديدي وعبد الرحيم علي وعمرو أديب، أي ثورة هذه التي تنقلب فيها الدولة على الرئيس. الثورة هي ثورة الشعب ضد الدولة، ضد مؤسسات الدولة. 30 يونيو أنشأت في الكتب التي تتحدث عن الثورات ما يعرف بالثورة المقلوبة. الثورة هي التي تخرج لكي تزيح الدولة، ولكن في 30 يونيو الدولة بكل مؤسساتها الإعلامية والشرطية والجيش والقضاء ورجال الأعمال هم اللي خرجوا لكي يزيحوا الرئيس المدني المنتخب. أي ثورة هذه التي تتكلمون عنها؟ ثورة بالمقلوب. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إنه هو يظن إنه بالآلة العسكرية وشوية الرصاص وشوية الغاز وشوية المدرعات وشوية أنفار الأمن المركزي يقدر بها على التغلب على كل شيء. ولكن المسكين لا يفهم إن روح الجماهير هي روح جبارة تقدر إن هي تزيح أي آلة عسكرية وأي قوة عسكرية وأي شيء. لازم يكون عندكم من الاعتقاد ان انتوا روح جبارة جدا بمعية الله وبالحشود
الكبيرة وبالتكتلات الناضجة التي تقدر بها على الإزاحة على أي آلة عسكرية موجودة. اللي احنا عاوزين نقوله في النهاية ان احنا لم نرضى بالواقع. ما تم هو ثورة او انقلاب لدولة مبارك المخابراتية على ثورة يناير، وليس فقط على الرئيس محمد مرسي. روح الجماهير والثبات والدعاء ومعية الله عز وجل سنقدر بلا شك مع التصعيد السلمي على العودة مرة اخرى لما قبل 30 يناير. شكرا.